انا خايفة وممكن حد يشوفنا. قلتله بلاش، بس بصراحة هو ما سمعش كلامي وعمل اللي هو عاوزه. وانا بصراحة يا جماعة انتهزت فرصة ان جوزي مش موجود، وبصراحة قضيت معاه اجمل وقت في العيادة. بصوا بقى، انا هقول لكم الحكاية بدأت ازاي. انا عندي 26 سنة، متجوزة. جوزي اسمه نادر، متجوزة بقالي 3 سنين. 3 سنين، وعايشين في شقتنا عادي. نادر جوزي بيشتغل مهندس ما شاء الله في شركة مقاولات كبيرة كبيرة قوي، وانا بصراحة بشتغل سكرتيرة برضو في شركة سياحة. عايزة اقول لكم ان حياتنا كانت روتينية جدا. نصحى الصبح، نروح الشغل، نرجع نتفرج على التلفزيون، ناكل نشرب وشوية ونخش ننام. في الاجازات بنروح عند اهالينا، طبعا اهلي واهله. ساعات نخرج، ساعات نروح مع اصحابنا كده، يعني عارفين انتوا الحاجات دي. المهم في يوم يعني لقيت نادر راجع من الشغل وفرحان جدا. فبقول له خير يا حبيبي، مالك، في ايه؟ قال لي ده النهارده احلى يوم في حياتي. فبقول له في ايه؟ قال لي جات لي فرصة عمل في السعودية لمدة سنة. قلت له معقول؟ انت تعرض عليك في الشغل يعني؟ راح قال لي ده عرض جالي ومعروض عليا ان انا لازم اروح واشتغل هناك لمدة سنة. وطبعا كان هياخد يعني مرتب بصراحة اعلى بكتير قوي قوي من اللي هو بياخده هنا في مصر. يعني دي فرصة حلوة، وفي نفس الوقت برضو ان هو يطور من نفسه ويطور من معلوماته ويطور من فكره. فدي كانت الموضوع حلو، يعني شغلانة حلوة. انا فرحت له جدا، بس انا برضو مش هكذب عليكم، انا كنت في نفس الوقت كنت خايفة من فكرة ان انا هقعد لوحدي. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا هعمل كل حاجة لوحدي خلاص، وان هو هيسيبني ويمشي وانا هفضل قاعدة واتكلم مع مين؟ طب الحياة اللي انا كنت شايفاها روتينية دي، انا دلوقتي بقيت حاسة ان هي صعبة، فمش عارفة. المهم زي ما بقولكوا، قعدنا بقى واتكلمنا وبتاع. بصراحة يا جماعة نادر جوزي كان متردد جدا، كان متردد جدا جدا ان هو يسافر. ده علشاني لما حس ان انا متضايقة وان انا زعلانة ومش عارف ايه، فابتدى ان هو يتردد كده. بس انا بصراحة بيني وبينكم، يعني انا بعد كده رجعت ان انا شجعته، قلت له ما تقلقش وما تخافش وتوكل على الله، وعلى فكرة هي فرصة، ويعني عايزاك تسافر، ما بتحصلش كتير، والسنة ان شاء الله هتعدي وهتعدي بسرعة. يعني يا جماعة خلاص بقى وبتاع، واقنعته ومش عارف ايه. وانا من جوايا بحاول ان انا اقنع نفسي، بس طبعا مش هكذب عليكم، انا اصلا مكنتش عايزاه يسافر بصراحة يعني. المهم عايزة اقول لكم ان الاسابيع اللي هي كانت قبل السفر عدت بسرعة جدا. ليه؟ احنا طبعا بقى كنا بنحاول ان احنا نخلص له الاوراق ونخلص الحاجات بتاعته ولوازم السفر ومش عارف ايه، وبنحضر بنحضر بنحضر. ما حسناش بأي حاجة غير يوم ما كنا في المطار. خلاص بقى اللي هو فعلا مسافر خلاص. طبعا حضننا بعض قوي قوي وعيطنا كتير جدا.
عيطنا كتير جدا جدا، وهو يروح قلبي وعدني ان هو هيكلمني كل يوم، ان هو مش هيبطل ان هو ما يكلمنيش وبتاع. خلاص بقى، المهم خلاص وتوكل على الله وسافر وكده. عايزة اقول لكم ان انا اقتنعت بالعافية يعني. عايزة اقول لكم ان هو حاول برضو ان هو يقنعني ان هو ايه، هيحاول كل كام شهر كده ينزل لي ولو حتى ايه اسبوع او اقل يعني لو ينفع. فالمهم عادي وخلاص وروحت. عدى اول يوم كان صعب جدا، عدى تاني يوم ده كان اصعب، تالت يوم جماعة حسيت بفراغ رهيب. ايه السجن اللي انا عايشة فيه ده؟ وبعدين حسيت ان السنة دي هتبقى اطول سنة في حياتي. إيه بصراحة الشقة كانت باردة جدا وساكتة جدا. انا كنت بتكلم عن الحياة الروتينية، لا هو الروتين حاجة واللي انا فيه ده حاجة تانية خالص حقيقي يعني. المهم عديت وقلت يا بنت معلش واستحملي وان شاء الله ربنا هيعدي السنة دي على خير ومش عارف ايه. اول ايام بصراحة كانت صعبة قوي قوي عليا. ما كنتش قادرة استوعب، كنت بروح الشغل وارجع اقعد اتكلم مع نادر عن النت، فيديوهات بقى وبتاع ومش عارف ايه وكده. بنام بدري، بصحى بدري. انا اساسا حياتي كلها توترت، كله توتر، انتوا فاهمين. المهم ما كنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اعمل ايه بصراحة. حتى في الاجازة بتاعتي كنت بقضيها نوم، بقضيها نوم، بروح عند مامتي، بروح عند اخواتي، بروح عند مامته كده يعني. بحاول ان انا اتصرف اعمل اي حاجة في اي حاجة في اي حاجة يعني من الاخر يعني. المهم طبعا عدى للأسف الشديد شهر. إيه طبعا في الشهر ده بحاول ان انا اعمل اي حاجة بس انا مش نافعة. المهم لقيت بسمة صاحبتي جاية بتقولي ايه، بقولك ايه، ما تيجي معانا تروح الجيم. قلت لها بس يا شيخة بلا جيم بلا وجع دماغ. قالت لي والله العظيم هتتبسطي قوي هناك، وهم كده كده عاملين عروض حلوة قوي علشان الاشتراكات. طبعا انا في الاول اخدت الموضوع بطريقة الصراحة وبتاع، وبعد كده رجعت. هي بصراحة اثرت عليا جامد قوي قوي يعني، ولقيتها عمالة تقولي لا والله ولازم مش عارف ايه. عارفين طبعا انتوا الاصدقاء الزنانين دول. المهم بالفعل اقتنعت ورحت. بصراحة عجبني الجو قوي، عجبني الجو قوي قوي قوي. المكان فيه ناس كتير جدا. المكان فيه ناس من كل الاعمار، الكبير قبل الصغير. كان حلوة قوي قوي. بيني وبينكم عجبني الوضع، فاشتركت في حاجات كتير، اشتركت في زومبا، اشتركت في يوجا، اشتركت في تمرينات لياقة بدنية يعني. مش لاقي حاجة، عارفين انتوا اللي مش لاقي حاجة فبيعمل اي حاجة ده. بس طبعا ابتديت بقى ان انا اروح الجيم بقى. الاشتراك بتاعي مرتين في الاسبوع. الايام اللي انا مش بروح فيها الجيم انضف البيت، اروق البيت، اعمل اي حاجة في الشقة. المهم ان انا بحاول ان انا اخرج نفسي من اللي انا فيه. طبعا في الجيم يا جماعة اتعرفت على ناس كتير قوي. كان في من ضمنهم نهى. نهى ديت كانت ست كبيرة شوية في الاربعينات كده.
كانت مطلقة ومعاها بنوتة دي في الكلية. كانت حياتها عادية جدا. المهم ان انا وهي يعني شبه بقينا اصدقاء، وبصراحة بعد فترة انا وهي بقينا اصدقاء جدا جدا، وبقينا بنخرج مع بعض ونسهر ونروح ونيجي نتغدى نعمل. المهم شوية برضو واتعرفت على بنوتة مخطوبة اسمها نور. تمام. نور برضو نفس حالتي بقى، بس دي بقى لسه مخطوبة، يا بختها يعني الصراحة. خطيبها مسافر وهي، فاهمين انتوا الجو ده. يعني ابتديت ان انا احس ان مش انا لوحدي، مش انا لوحدي اللي كده، مش انا لوحدي اللي في الحياة عاملة كده. وبعدين يعني بالطول او بالعرض ده حتة سنة، يعني مش هيحصل حاجة. طبعا خلاص بقى وبتاع وكبرت دماغي. عايزة اقول لكم ان انا حاولت ان انا بقدر الامكان ان انا اشغل في نفسي. عايزة اقول لكم ان المكالمات حتى بيني وبين نادر ما بقتش زي الاول، زي الاول خالص. بقى طول الوقت الكلام بيني وبينه مكالمة كده صغيرة. المكالمات الفيديو ما بقيناش اصلا بنتكلمها شوية، وبقت المكالمات حتى القصيرة ما بقيناش بنتكلمها يا جماعة، والله حقيقي. عايزة اقول لكم ان اخرنا بقينا ان احنا على الواتس كده، يعني فاهمين. المهم بعد شهرين كده، من حوالي شهرين من السفر بتاع نادر، لقيت صاحبتي نهى. المهم انها بتعزمني على حفلة عيد ميلاد بتاعت واحدة صاحبتها. طبعا انا يا جماعة مش متعودة ان انا اروح يعني اي حاجة من الحفلات دي، اي حاجة من الانواع دي. بصراحة انا كنت مترددة جدا جدا، ومش عارفة يعني اقول اقول لا. المهم نهى صاحبتي كانت يعني من الناس اللي هما بيصروا قوي وشخصيتها قوية قوي، فبصراحة ده اللي كان عاجبني فيها. كان عندها الحاح رهيب على اي حاجة. طبعا انا لما هي قالت لي على الحفلة بصراحة انا رفضت. تمام. فضلت ورايا ورايا ورايا، ولازم لازم لازم تروحي، لازم مش عارف ايه، لازم لازم. طبعا يا جماعة انا مش متعودة ومكنتش عايزة اروح، وبصراحة انا عمري في حياتي ما روحت حفلة من غير نادر. يعني من ساعة ما اتجوزنا اصلا لا، ما ينفعش ان أنا اروح في حتة. المهم فضلت ورايا لحد ما اروح. المهم انا بقى يا جماعة مش عارفة اتصرف ازاي، وزي ما بقولك انا عمري في حياتي ما رحت حفلة من غير نادر جوزي من ساعة ما اتجوزت. انا مش عارفة اعمل ايه. مهم ان انا وافقت وخلاص ورحت. بصراحة الحفلة كانت في شقة كبيرة قوي قوي في مدينة نصر، او يعني عامة بدون ذكر اسماء. الحفلة كانت حلوة قوي، وكان فيها ناس كتير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بصراحة يعني ستات بقى ورجالة، الموسيقى كانت شغالة والاغاني والدنيا عارفين انتوا الجو الحلو قوي ده. فانا يعني اهو كنت يعني ببتدي ان انا، بصراحة انا اول ساعة كنت قلقانة، بس يعني كنت بعد كده ابتديت ان انا افك بقى وبتاع. وطبعا انا عايزة اقول لكم ان انا
آه ما كنتش اعرف حد، انا ما اعرفش اي حد خالص غيرها هي. بس يعني بعدها ايه بقيت خلاص وبتاع، وفكيت واخدت على المود، والدنيا بقت حلوة ومستمتعة بصراحة بالجو. الجو كان حلو جدا جدا. في الحفلة اتعرفت على واحد كان اسمه محمود. محمود ده دكتور اسنان، تمام، وهو مطلق مراته يعني. وقفنا مع بعض شوية وبتاع واتكلمنا. طبعا كنت محروجة جدا وكنت قلقانة جدا، انا اول مرة اكلم حد كده يا جماعة، انتوا فاهمين. هو بصراحة كان وسيم وحلو. يعني عارفين انتوا اواخر التلاتينات كده، يعني خلاص هيدخل على الاربعينات كده. وانا عرفت ان هو دكتور اسنان وبتاع، وان هو بقى مطلق من حوالي سنتين وبتاع، وبدأنا ان احنا نتكلم ونضحك مع بعض. يعني الدنيا كانت تمام. حسيت كده بحاجات ما راحتنيش، وبصراحة حسيت بالذنب بصراحة يعني. فطبعا اول ما رجعت البيت رحت بسرعة ماسكة التليفون مكلمة نادر. حكيت له على كل حاجة، حكيت له على كل حاجة حصلت معايا في الحفلة، بس طبعا يعني ما حكيتلوش على محمود. المهم يعني انا ومحمود لما كنا في الحفلة خدنا ارقام بعض وبتاع، على اساس ان احنا يعني نسأل عادي يعني. بس طبعا انا وضحت له وقلت له على فكرة احنا يعني عادي، يعني واخدين ارقام بعضينا كده، اللي هو ايه، عادي يعني. المهم طبعا انا بقى لما روحت وبتاع وكلمت جوزي وكده زي ما بقول لكم، خلاص يعني سكت. وفي نفس الوقت حسيت ان افكاري رايحة في حتة كده مش مريحاني، وحاسة بتضارب كده في المشاعر، حاسة بحاجات غريبة. فانا مش مرتاح، صدقوني مش مرتاح. المهم عدت الايام وبتاع، وبعدها بكام يوم كده بصراحة لقيت محمود ابتدى ان هو يبعتلي، بيبعتلي رسايل واخبار، وعاملة ايه واخبارك ايه والدنيا ايه، والدنيا تمام الحمد لله، مش عارف ايه. المهم بعد فترة كده طلب ان هو يقابلني، مش فترة كبيرة يعني، طلب ان هو يقابلني. طبعا انا رفضت رفض تام، وقلت له لا وما ينفعش ومش عارف ايه. بس عايزة اقول لكم ان انا من جوايا عايزة اروح بصراحة، يعني انا من جوايا عايزة اروح، بس يعني ايه اللي هو مش هينفع وبتاع، وبيطلب ان احنا كمان نتقابل في كافيه، فالناس ومش الناس فابتديت ان انا احس بايه يعني هقولها لكم بصراحة، ابتديت ان انا احس ان جوزي صعبان عليا، وفي نفس الوقت انا عايزة اكلمه. عارفين انتوا الاحساس ده؟ احساسين مع بعض، احساسين عكس بعض. فكان حاجة بالنسبة لي كانت صعبة جدا بصراحة. المهم يا جماعة طبعا اخدنا بعضينا، قابلته بصراحة يعني. قابلته في مكان عام، وقعدنا واتكلمنا واتغدينا وكنا تمام وزي الفل ومفيش اي حاجة. مرة واتنين، عايزة اقول لكم ان كل مرة كنت بقول لنفسي ان انا مش هقابله تاني،
كل مرة كنت بقول لنفسي مش هينفع نتقابل تاني، واحنا في نفس الخروجة هو يقول لي ايه هقابلك تاني امتى، اقول له مثلا كذا. يعني الله، طب ما انا عمالة بقول لنفسي ان انا مش هينفع، طب منين انا بعمل كده وبقول كده؟ جماعة حاسة بتضارب في مشاعري، حاسة بحاجات غريبة. المهم يا جماعة، في مرة كده بصراحة يعني علشان ما اكذبش، علاقتي انا ونادر ابتدت ان هي تتأثر. على قد ما انا حاسة بالذنب، بس احنا ما بقيناش بنتكلم كتير. اصلا هو اساسا كانت المكالمات ما بيننا قلت، فانا بقيت اتكلم بالراحة، بقيت اتكلم كل فين وفين. حتى المكالمات اللي هي بتاعت الواتس والحاجات دي مش كتير بنتكلم. المهم خرجنا وخلاص بقى، انا ونادر بقت العلاقة بيني وبينه ايه، فيها تشويش كده شوية. فاخر خروجة بقى خرجتها انا ومحمود، عايزة اقول لكم بقى يا جماعة على اللي حصل. احنا خرجنا وبتاع واتغدينا وتمام ومفيش اي حاجة. فخرجنا طبعا، كنا يعني المكان اللي احنا فيه كنا على النيل، تمام. وكان طبعا مطعم يا جماعة تحفة تحفة تحفة. المهم بعد ما خلصنا غدا وكده، وقفنا شوية كده عند السور بتاع النيل وواقفين بنتفرج عليه عادي، وهوب فجأة ببص لمحمود، لقيت محمود بيبصلي، حاسة بقلبي بيدق، حاسة ان في حاجات غريبة بتحصل. عارفين يا جماعة لحظة المراهقة؟ انا كنت دي بالنسبة لي كانت لحظة مراهقة. المهم حصل اللي حصل، وتبادلنا القبلات مع بعض، يعني من الاخر بوسنا بعض. عايزة اقول لكم، عايزة اسحب نفسي، لا انا مش حابة ان انا اخسر المشاعر اللي انا حاساها في الوقت ده. انا حاسة بحاجات حلوة قوي. حاسة ان انا مش عايزة اسيبه، حاسة ان هو ده الحب، حاسة ان انا مش متجوزة. عارفين انتوا كل حاجة حاسة بيها حلوة. المهم طبعا عايزة اقول لكم، يعني بعد كده طبعا انا اخدت بعضي طبعا ومشيت، وهو اخد بعضه ومشي. للأسف علاقتي انا ومحمود اتطورت جدا، اتطورت جدا جدا، واتطورت بسرعة. بقينا بنتقابل اكتر بكتير. بقينا بنخرج قوي. بقينا بنتكلم في التليفون كتير جدا جدا. عايزة اقول لكم ان اكتر مكان كنا دايما بقينا بنتقابل فيه العيادة بتاعته، لان طبعا هو عنده عيادة خاصة بيه، عيادة الاسنان بتاعته. فمن المفروض ان هو بيقفل الساعة 12 بالليل، وانا كنت بروح له. انتوا فاهمين؟ طبعا يا جماعة بقى مش هكذب عليكم، يعني الساعة 12 الا ربع كده، لما الناس كلها تمشي وبتاع واتأكد ان هو خلاص تمام مفيش حد، يروح هو واقفلي كده على الباب وبتاع ويعديني. طبعا هو راجل مطلق، يعني فاهمين، ومش متجوز. كل مرة كان بيشوفني كنت بحس ان هو ملهوف عليا قوي. وبصراحة مش هكذب، يعني اول مرة رحت له فيها العيادة حصلت بيني وبينه علاقة، وبصراحة بقيت يعني اروح بالايام ده على طول.
وقتها انا حسيت وقتها ان انا بقى في حد في حياتي، بقى في حد معوضني عن غياب جوزي. عايزة اقول لكم ان انا بعدها بقيت حاسة بالذنب جامد قوي 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 بسبب جوزي، وعارفة ان اللي انا بعمله ده غلط. وقلت ان انا خلاص مش هروح، بس بصراحة ما قدرتش. بقيت حاسة ان انا كل فترة محتاجة غصب عني ان انا عايزة اروح له، عايزة اشوفه. انا عارفة ومتأكدة ان بالفعل اللي انا بعمله ده حاجة غلط، وحاجة غلط كبيرة قوي قوي. بس بصراحة انا معرفتش لا اوقفه ولا اوقف نفسي عشان ما اكذبش. مش عارفة اتصرف ازاي في الموضوع ده، ولكن سبت نفسي. وكنت كل ما بفكر في نادر كنت بحس بالذنب، وفي نفس الوقت بحس بالغضب، اللي هو ليه سابني وسافر، ليه بعيد عني، ليه مش عارف ايه. عايزة اقول لكم حتى في الشغل صحابي زمايلي يعني في الشغل لاحظوا ان انا بقيت متغيرة، لاحظوا ان انا بقيت اجمل، دايما بضحك. في حاجة فيا مش طبيعية. طبعا ما يعرفوش ان السبب الحقيقي ايه هو. وعايزة اقول لكم بقى المفاجأة، بعد 6 شهور نادر فاجئني وراح جاي مصر فجأة. يعني كانت مفاجأة من العيار التقيل. طبعا انا عايزة اقول لكم ان انا يعني كنت خايفة جدا، قلقانة جدا. ده قاعد اسبوعين مش عارفة اتصرف ازاي. كنت حاسة ان انا مش عارفة اسيطر على نفسي. ولكن يا جماعة كنت حاسة غريب، كنت حاسة ان نادر جوزي ده راجل غريب عني والله. حاولت طبعا ان انا اتصرف طبيعي، حاولت ان انا ما بينلهوش اي حاجة، بس انا كنت حاسة ان في حاجة غلط. مش هكذب عليكم، حتى هو كمان لاحظ وقال لي انا حاسس ان انتي متغيرة، وسألني كذا مرة فيكي حاجة، طب قوليلي في حاجة مغيراكي، في حاجة مزعلاكي، في حاجة عرفيني انتي. انا حاسس ان انتي متغيرة، انا حاسس ان انتي بتحاولي ان انتي تخبي عليا حاجة او تنكريها. مش عارف. بس بصراحة انا وقتها كنت بقوله ان لا، مفيش اي حاجة وانا تمام، ومفيش اي حاجة خالص، وما تقلقش عليا، والله يعني ما تخافش، انا كويسة ومفيش حاجة. بس طبعا يا جماعة انا بالفعل حاسة بكل حاجة اللي انا فيها غلط يعني. تمام. المهم خلاص بقى جوزي خلاص اجازته خلصت وخلاص ورجع السعودية تاني. عايزة اقول لكم ان انا حسيت براحة كبيرة جدا، حسيت براحة كبيرة قوي قوي قوي. وفي نفس الوقت حسيت بالذنب، مش هكذب عليكم. فقررت ان انا لازم انهي علاقتي بمحمود وما اروحلهوش العيادة تاني ولا الكلام ده خالص. المهم بالفعل اخدت الخطوة دي وكلمته وقلتله اللي بينا لازم ينتهي. طبعا هو زعل جدا، ويعني حاول ان هو يقنعني كتير ان انا اغير رأيي، بس بصراحة يا جماعة انا صممت. عايزة اقول لكم بقى ان بعد ما قطعت علاقتي بمحمود ابتديت ان انا دخلت في حالة اكتئاب،
حالة اكتئاب كبيرة جدا. زعلت، حسيت ان انا خسرت حاجة مهمة قوي في حياتي. حاولت بقى بيني وبينكم ان انا اركز على شغلي، ان انا اركز على الجيم، اكبر دماغي، مش عارف ايه. بس برضو كنت حاسة ان انا غلطانة. يعني عارفين انتوا الجو ده، حسيت بفراغ كبير قوي. في الوقت ده صاحبتي نهى عرفتني على واحد صاحبها كان اسمه علاء. علاء ده رجل اعمال، فاهمين انتوا؟ حاجة كده من الحاجات الحلوة، يعني حاجة كده من الناس اللي هم ايه، مشرفين في الحياة. مهم علاء ده كان عنده بتاع حوالي 47 سنة، 48 سنة، في الحدود اللي انتوا عارفينها دي. المهم في البداية يعني كانت علاقتي بيه اللي هو ايه، صداقة. كنا بنتقابل عادي وبنخرج بنتفسح في مقابلات، في سهرات، في حفلات، كلنا مع بعضينا، مش عارف ايه. خلاص اللي هو عادي عادي. كده كده في اصحاب اصلا مشتركين بيني وبينه. عايزة اقول لكم ان علاء كان مختلف جدا، كان مختلف كتير عن محمود. حد كده تحس ان هو ناضج، حد تحس ان هو عاقل، حد عنده خبرة كبيرة قوي في الحياة. بيني وبينكم مع الوقت العلاقة بيني وبين علاء بدأت ان هي تاخد منحنى تاني بصراحة يعني. كان بيفهمني وكان بيسمعني. حسيت ان هو عنده القدرة على ان هو يخرجني من اللي انا فيه. وفي يوم بيني وبينكم كنا سهرانين سهرة عند نهى، وبعدين خلصنا سهرتنا وبتاع وكده وكل واحد روح. علاء خدني وصلني، طبعا دي الحركة بتاعت كل الرجالة الشهمة يعني الجدعة. المهم خدني ووصلني وبتاع وكده، وجيت وانا نازلة يا جماعة لقيته راح منادي عليا. قمت متضيرة كده وبصاله، وللأسف برضو بسني. وفجأة لقيت نفسي انا فعلا عايزة علاء، يعني انا فعلا عايزة اتباس. ما شلتش نفسي من الفكرة خالص، يعني ما عنديش مشكلة. خلاص قلت عادي، يعني ايه، حسيت من جوايا كده بشعور اللي هو ايه، مفيش مشكلة، سيبي نفسك. عارفين انتوا الموضوع ده. بالفعل سبت نفسي خالص يعني. المهم انا وعلاء علاقتنا احنا الاتنين بقت اغوط واعمق بكتير 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 من علاقتي انا ومحمود. هو بيفهمني اكتر، هو كان عنده خبرة في الحياة اكتر، هو خلاني احس ان انا بتعلم منه حاجات كتير قوي. عايزة اقول لكم يا جماعة كان بياخدني اماكن راقية جدا واماكن تحفة، وبيعرفني على ناس مهمين، رجال اعمال. وبرضه عايزة اقول لكم ان كان لما بيعرفني على حد كان دايما الحد ده تلاقيه جايب مراته، فكان بيعرفني عليهم ويعرفني على مراتاتهم وكده يعني. وفي نفس الوقت علاقتي بقى بنادر جوزي انا عايزة اقول لكم ان هي للأسف بقت نادرة جدا، نادرة جدا وسطحية قوي. كنت بلاقي اي عذر في اي حاجة ان انا مكلمهوش. وبصراحة هو كمان كان مشغول، هو كمان كان مشغول وحياته الجديدة في السعودية
مش عارف ايه. آه، يعني خلاص بقى، يعني انا سايباه مع نفسه، يعني انتوا فاهمين. فانا عايزة اقول لكم ان انا مثلا لما عرفت علاء ابتديت اخش على دنيا تانية، على حياة تانية، دخلت عالم تاني، عالم جديد، عرفني على ناس زي ما بقول لكم، وعرفني على مراتاتهم. بقيت احضر معاهم حفلات وسهرات وحاجات كتير قوي، بدخل اماكن فخمة جدا، اماكن عمري في حياتي ما فكرت اصلا ان انا اروحها. ابتديت بقى ان انا اغير من نفسي تاني، ومن لبسي تاني، ومن شعري، ومن شكلي، ان انا بعمل حاجة بقى اللي هي ايه تليق بمعنى الاصح بالمستوى ده. المهم احنا كنا في يوم سهرانين عادي وبتاع وكده، لقيت علاء وصلني وتمام ومفيش اي حاجة. المهم اخدت بعضي وطلعت مية مية، مفيش اي حاجة. عايزة اقول لكم ان العلاقة بيني وبينه بقت تمام، واحنا كويسين وحلوين. المهم بعد ما وصلني وكده، المهم تاني يوم لقيته بيكلمني بيقولي انا طالع رحلة شرم الشيخ، وبصراحة عايزك تاخدي اجازة من الشغل وتيجي معاه. قلت له اخد اجازة من الشغل؟ طيب على العموم تمام وانا موافقة. مش هكذب عليكم يا جماعة، سافرت معاه، عشت احلى 5 ايام في حياتي. 5 ايام ما عشتهمش قبل كده، ومش عارفة هعيشهم تاني ولا لا بصراحة يعني. المهم رحنا وقضينا وعايزة اقولكوا طبعا ان هو كان بيجيني بالليل الأوضة، وكان بيحصل علاقة عامة تامة ما بيننا يعني. ف في الوقت ده انا مكنتش حاسة بأي حاجة غير ان انا مبسوطة، وان انا اسعد واحدة في الدنيا، مش حاسة بأي ذنب، مش حاسة بأي حاجة. لاني كمان لقيت نادر أثر جدا من ناحيتي. لقيته هو كمان مكبر دماغه مني قوي قوي، ومشغول في شغله ومش عارف ايه زي ما بقولكوا يعني. المهم خلاص خلصوا الايام بتاعت الاجازة وبتاع، ورجعنا مصر ومفيش اي حاجة. المهم عدى يوم 2 3 اسبوع، لقيت نادر بيكلمني بيقولي ايه، انا نازل مصر زيارة اسبوع، زيارة مفاجأة. عايزة اقول لكم انا اتصدمت، مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة افكر ازاي. طب تفتكروا يكون في حد شافني وانا في الفندق؟ طب تفتكروا يكون في حد يعرف جوزي ويعرفني فشافني مع علاء في مكان فقال له؟ طب تفتكروا طبعا بصوا دماغي عمالة تشيل وتحط وتشيل وتحط وتشيل وتحط. وعلى كده بالفعل نادر جه. تمام مفيش اي حاجة. حاولت بقدر الامكان ان انا امسك نفسي، بس حقيقي ما كنتش عارفة. حاولت ان انا ما بيلهوش، ما كنتش عارفة خالص خالص. المهم سألني برضو كذا مرة زي الزيارة اللي كانت قبليها، يا بنتي انتي فيكي حاجة، يا بنتي فيكي حاجة متغيرة، يا بنتي مش عارف ايه. المهم طبعا كان كل كلامي لا ومفيش حاجة وانا كويسة، والكلام اللي انتوا عارفينه ده. كنا في يوم بقى بعد الغدا كده قاعدين في البلكونة وتمام ومفيش اي حاجة، وابتديت ان انا ايه امسك نفسي شوية. تمام. المهم لقيته بيقولي على فكرة انا بفكر في قرار. فبقول له قرار ايه؟ قام قال لي بفكر ان انا خلاص بقى كفاية عليا كده، خلاص يا كده كده السنة قربت تخلص،
وبفكر ان انا اسيب الشغل في السعودية خالص وارجع اعيش هنا في مصر. عارفين يا جماعة، كأن هو عطاني بالقلم على وشي. اتصدمت. عارفين يعني ايه اتصدمت؟ اتصدمت حقيقي. ايه ده؟ ايه الحالة اللي نزلت عليا دي؟ إيه، مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اقوله ايه ومش فاهمة. عارفين انتوا، اتلطشت كده على وشي. المهم بالفعل نادر ما رجعتش السعودية تاني وخلاص، وقرر ان هو هيكمل حياته هنا. إيه، مفيش شغل تاني هناك، مفيش سفر تاني، مفيش الكلام ده خالص. طيب انا اعمل ايه في اللي انا فيه ده؟ يعني مش عارفة اتصرف ازاي. المهم طبعا كلمت علاء، وقلت له ان انا لازم اقطع علاقتي بيه لان جوزي خلاص مش هيرجع تاني، ولان جوزي موجود وجوزي هيفضل معايا ومش هينفع خلاص ان احنا نكمل مع بعض. بصراحة كان محترم جدا معايا وقعد برضو يتحايل عليا زي محمود كده ما كان بيتحايل عليا، وقال لي انا بحبك واتطلقي منه وانا هعمل لك اللي انت عايزاه وانا هتجوزك وهجيب لك اللي انت عايزاه وهعمل لك وهخلي لك. طبعا بصراحة يا جماعة انا اساسا كنت برضو ابتديت احس ان انا ايه، ان انا غلطانة. ايه اللي انا عملته ده؟ ويمكن ربنا يكون بيديني فرصة تانية علشان اصلح العلاقة بيني وبين نادر. انتوا فاهمين؟ قلت يا بنتي يمكن الله اعلم، ما انتش عارفة يعني. المهم رفضت طبعا رفض تام، وبالفعل قطعت علاقتي خالص بعلاء وسبنا بعض فعلا بمنتهى الاحترام ومنتهى الذوق وكل حاجة. وبالفعل نادر هو كمان استقر في البيت. طبعا عايزة اقول لكم ان انا اول اسابيع حاولت بقدر الامكان ان انا ما بينش اي حاجة، بس بصراحة ما كنتش عارفة وكنت ماسكة نفسي بالعافية. كان في حاجات كتير بتحصل مني، كان في حاجات كتير غلط بتحصل معايا، ما كنتش عارفة نفسي. وابتديت بقى ان انا ايه، بعد ما كنت مهتمية بالمظهر واللي والحاجات دي، ابتديت ان انا ايه اقلل فيها تاني. ابتديت ان انا ماخدش بالي من نفسي تاني. المهم واحنا قاعدين في يوم بقى زي ما بقولكوا كده، قاعدين في البلكونة عادي، فلقيت نادر ساكت قوي، فلقيته راح باصصلي كده وراح قال لي وانا ممكن اسالك في سؤال؟ قلت له ايه يا حبيبي؟ قول. بس طبعا يا جماعه حبيبي دي كانت بتبقى ساعات كده من ورا قلبي بصراحه يعني. راح قال لي هو انتي في حد في حياتك؟ عارفين؟ سكت. عارفين الكلمه لطشت، اللي هو ايه، اقول اقول لا، اعمل ايه ما اقولش ايه، اخلي ايه، نفس الكلام ده. المهم سكت خالص زي ما بقولكوا كده. عينيا طبعا اتملت بالدموع. اكيد طبعا هو كده وصلته الاجابة يعني. المهم بصراحة ومش هخبي ان انا اصلا ما خبيتش على جوزي يعني، انا حكيت له كل حاجة حصلت من ساعة ما سافر لحد ما رجع. حكيت له على كل حاجة، على علاقتي بمحمود، على علاقتي بعلاء، على السهر، على الخروجات، على الفسح، على السفر، على كل حاجة. بس طبعا إلا حاجة واحدة يعني اللي أكيد مفيش أي بني آدم في الحياة تقبلها يعني، اللي هي العلاقة.
طبعا ما حكيتلوش ان انا لا عملت ان انا ما عملت علاقة مع ده وان انا عملت علاقة مع ده. المهم عايزة اقول لكم ان هو ما لقيتش منه اي ردة فعل، ساكت سكات تام، سكت. عارفين اللي هو مفيش حاجة خالص. طبعا قعدت واتكلمت معاه وقلت له بص والله وانا حصل كذا وكذا وانا كنت نفسيتي تعبانة ومش عارفة اعمل ايه، وحاولت كتير ان انا ابرر له اللي حصل مني. يعني بصراحة كل اللي قالهولي بصراحة يعني بمنتهى الذوق والاحترام والادب، لقيته بيقولي كل اللي هطلبه منك ان انتي تسيبيني بس شوية كده افكر واشوف هنعمل ايه. بس بصراحة كل اللي هقدر اقولهولك ان انا احتمال كبير معرفش ارجع اثق فيكي تاني. المهم طبعا سكت وقلت له تمام ومن حقك، انا عارفة ان اللي انا عملته دي كانت حاجة غلط ودي يعني كانت حاجة كبيرة، خلاص وحقك عليا وكده واهدى وبعد كده نتكلم. المهم ابتدت ان الدنيا تفضل على حالها لفترة واسئلة وبتاع ومش عارف ايه. مهم لقيت نادر جاي في مرة بيقولي هو انا ممكن بقى اسألك في سؤال، هو انتي لسه بتحبيني؟ يعني لسه اصلا عايزة تكملي معايا؟ يعني لو انا عطيتك فرصة وسامحتك انتي اصلا من جواكي عايزة تكملي؟ بصيت له كده بصراحة وكملت عياط زي المرة الاولانية ورحت قلت له بصراحة مش عارفة، انا بحبك بس ما اقدرش اقول ان الحب كفاية. انا كمان محتاجة فرصة افكر في اللي انا عملته. المهم يا جماعة فضلنا على الوضع ده لمدة 6 شهور. عارفين يعني ايه 6 شهور عايشين كده، ما بنتكلمش ما بنعملش ما فيش اي حاجة. المهم طبعا جت والدتي وسألتني ومالكم وفيكم ايه وحياتكم واللي والحاجات دي. المهم جيت وقلت لها وحكيت لها زي ما حكيت لنادر، حكيت لها على كل حاجة. طبعا هي زعلت مني جدا، رفضت خالص ان هي تساعدني وان هي تيجي عندي والكلام ده. بابايا عرف كل حاجة، قطعني قطع تمام، ما بقاش بيكلمني، رافض اي حاجة ايا كانت ايه هي. فضلت على الوضع ده ومش عارفة اعمل ايه. المهم جينا برضو قعدنا كده في البلكونة ولقيته نادر قاعد وحاطط وشه كده في الارض وزعلان وكله زعل وكله حزن وكله قهر ومش عارف يتصرف ازاي. قلت له ارجوك اديني فرصة ان انا اصلح اللي انا بوظته. وبالفعل يا جماعة هو بالفعل عطاني الفرصة دي. حاولت طبعا ان انا ارجع اللي كان بيني وبينه، حاولت ان انا يعني اصلح الغلطات، حاولت طبعا ان انا اصلي واتوب لربنا في الحاجات الغلط اللي انا عملتها، بس دي طبعا دي حاجة بيني وبين نفسي، فانا طبعا ما قلتها لهوش يعني. المهم
فكرت وبقيت عمالة احاول ان انا اصلح من الدنيا، احاول بقدر الامكان، بحاول ان انا اصلح. المهم الموضوع بقينا الدنيا ابتدت ان هي تمشي شوية بيني وبين نادر، والدنيا ابتدت تتصلح شوية كويسين، والحمد لله ابتدت تاخد يعني طريق كويس. المهم كنا في يوم خارجين، رحنا السوبر ماركت، نادر قال لي تعالي نشتري حبة حاجات للبيت وبتاع وكده. رحنا السوبر ماركت، نادر طبعا سابني بالعربية اللي بتاعت الحاجات دي ودخل التويلت بتاع المول. المهم دخل وانا طبعا بتمشى كده وبتفسح وبجيب حاجات وبتاع مش عارف ايه. الحمد لله بقى الدنيا ابتدت تتظبط معايا، وهوب خبط لزق لقيت مين في وشي؟ علاء. وهنا كانت صدمة، نفسي اروح اسلم عليه وفي نفس الوقت لا خلاص احنا بعدنا بعيد عن الحاجات دي، خلاص مش هينفع. المهم بالفعل دورت نفسي وكنت خلاص همشي، لقيت اللي جاي بيشدني من ايدي وبيقول لي انت رايحه فين؟ انت وحشتيني قوي، انا نفسي اشوفك، انا نفسي اتكلم معاكي، انت ليه عملتي فيا كده وليه عملتي فينا كده؟ ارجوكي خلينا نتكلم شويه، خليني اكلمك شويه، انت فعلا حقيقي وحشتيني. يا جماعه فجأة ما سمعتش غير صوت نادر جاي من ورايا وبيشتم وبيقول له يا حيوان انت ماسك ايديها كده ليه؟ تمام. وهوب لقيتهم الاتنين، هما الاتنين مسكوا في بعض، قطعوا بعض. عارفين يعني ايه قطعوا بعض؟ يعني قطعوا بعض. طبعا ما فرقش بينهم غير بتوع الامن وبتاع وخلاص وساب وهو مشي واحنا خدنا بعضنا ومشينا. طبعا طول ما احنا راجعين في الطريق نادر ساكت تماما تماما، مفيش اي كلام. طبعا روحنا لقيت نادر بيقول لي انا فعلا بصراحة حاولت ان انا ارجع، حاولت ان انا اشوفك زي الاول، حاولت ان انا اثق فيكي تاني، بس بصراحة انا مش هعرف ان انا اثق فيكي تاني. انتي ليه ما قلتليش ان انتي لسه على علاقة بعلاء؟ بصراحة رديت عليه وكنت طبعا منهارة، قلتله اقسم لك بالله ان انا قطعت علاقتي بكل الحاجات دي من ساعة ما حكيت لك، من ساعة ما انت رجعت وانا حكيت لك. قال لي انا بصراحة ما تزعليش مني، مش هعرف ان انا اثق فيكي. قلت له بصراحة وانا مش هقدر اعمل حاجة اكتر من اللي انا عملتها عشان اثبت لك ان انا فعلا مش بكذب عليك. فعلى العموم كل واحد فينا ياخد وقته ونشوف هنعمل ايه. طبعا فضلنا على الحال ده بتاع حوالي اسبوعين 3 ساكتين ما بنكلمش بعض، انا في اوضة وهو في اوضة. صحابي في الشغل لاحظوا ان انا رجعت تاني، مش رجعت بقى، بقيت اوحش من الاول. ابتدوا يتكلموا عليا كلام مش كويس، ويقولوا بقى دي غزالة، شوية مع واحد يخليها كويسة وشوية واحد يخليها وحشة. عايزة اقول لكم ان والله انا ما كنتش بسمع لكلامهم نهائي، ما بسمع لهمش خالص خالص حقيقي. المهم
المهم يا جماعة، عايزة اقول لكم ان انا مكبرة دماغي خلاص من كل حاجة. عايزة اشوف انا ونادر هنعرف نكمل مع بعض ولا لا. وبالفعل جينا في يوم انا وهو اجتمعنا، هو قال لي انا مش هقدر اكمل، انا حبيتك جدا وبصراحة بحترمك وبعزك، فمش هينفع ان احنا نكمل بقى خلاص مع بعض اكتر من كده. وبالفعل انا كمان قلت له نفس الكلام. عايزة اقول لكم ان هي كانت ليلة سودة، ما بطلناش عياط انا وهو. خلاص وصلنا للقرار النهائي، قرار نهائي. ما كنتش عارفة اتصرف ازاي ساعتها. ما كنتش عارفة اعمل ايه. رحت لأمي وطبعا سامحتني وصلحتني، وابويا بعديها بفترة حاول ان هو يتفهمني. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا رجعت شوية للحياة اللي انا كنت فيها مع علاء. بصراحة هو كان مدخلني في وسط ناس محترمين جدا، وناس كلها طبقات محترمة جدا جدا. انا ما رجعتش لعلاء، بس يعني انا ابتديت ان انا ارجع لاصحابنا تاني ولدنيتنا تاني ابتدي ان انا افهم الحياة تاني زي ما هو كان بيفهمها لي. انا معرفش ايه اللي هيحصل معايا بعد كده. الحمد لله والشكر لله ان اهلي صلحوني، الحمد لله والشكر لله فعلا حقيقي. عايزة اقول لكم ان الاهل دول من اكتر الحاجات السند في الحياة. هو مفيش غيرهم اصلا سند في الدنيا يعني من بعد ربنا سبحانه وتعالى. قعدت مع نفسي، عرفت غلطاتي، عرفت ان انا بالفعل في حاجات رخصت نفسي فيها ما كانش ينفع خالص نهائي ان انا اعملها، وان انا بالفعل كنت غلطانة فيها. عرفت ان انا يعني اصلح غلطات انا غلطتها. كنت مبسوطة ان انا حاولت ان انا اصلح العلاقة بيني وبين نادر، علشان خاطر انا في الاول طبعا كنت حاسة بالذنب جامد جدا، واكيد طبعا لسه حاسة بالذنب بسبب العلاقات اللي حصلت اللي انا محدش يعرف بيها حاجة يعني. فانا يعني اخترت حاجات غلط وفي نفس الوقت اخترت حاجات صح. فاحب اقول لكل الناس ارجوكم ما تستعجلوش على حاجة، فكروا في الحاجة الصح والغلط. ما تقولوش اي حاجة وخلاص، ما تعملوش اي حاجة والسلام. الانسان العاقل بس هو اللي بيعرف يتحكم في مشاعره. الانسان يعني لازم يتحكم في مشاعره بقدر الامكان. ما احنا الصغيرين يعني مش عارفة اقول لكم بس احب اقول ان سامحوا نفسيكم على غلطات تخليكم تعرفوا تبتدوا حياتكم. مش لازم غلطة غلطتوها او غلطتين او 3 او 20 او 10 توقفكم عن الحياة. ان الله غفور رحيم، فانتم لازم تسامحوا نفسيكم من جواكم. الحمد لله والشكر لله انا رجعت لشغلي، رجعت لأهلي. خلاص انا ونادر انفصلنا. معرفش هكمل حياتي الجاية ازاي، معرفش هل ممكن ارجع لحد من اللي انا كنت مرتبطة بيه او لا. معرفش ايه اللي ممكن يحصل معايا،
وبرضو نادر ليه عندي كل حب وكل احترام. مش هقدر اقول غير ان انا اتعلمت حاجات كتير قوي من التجربة دي. اي نعم هم كانوا 3 سنين بس والله اقسم لكم ان هم كانهم 30 سنة. اتعلمت فيهم حاجات كتير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فيا جماعة مش عيب ابدا ان البني ادم يغلط، بس لازم يصلح من غلطه، ودي طبعا حاجة احنا كلنا عارفينها. اتمنى ان احنا قصتنا النهاردة تكون عجبتكم.